السلام عليكم، ازيكم يا دكاتره؟ يا رب تكونوا بخير. مبارك عليكم النتيجه، والله فرحت لكم جدا. خلاص احنا بقينا زمايل. هكلمك عن ايه في الفيديو ده؟ هكلمك عن ما يسمى بكورس المصطلحات الطبيه او التاسيس للكليات الطبيه او اي حاجه يعني بنفس المعنى ده. تاني حاجه هكلمك عن هل الانجليزي مهم جدا وهل لازم اكون متاسس قوي في الانجليزي قبل ما ادخل كليه الطب. تالت حاجة هكلمك عن النظام سريعا كده، وبإذن الله في الفيديو الجاي هفصص لك بقى المواد واكلمك عن مقدمة لكل مادة. فمن غير كلام كتير يلا بينا. في الفترة دي بالذات بيزيد الإعلان عن ما يسمى بكورس المصطلحات الطبية. مبدئيا كده قبل أي كلام ما تخليش حد يضحك عليك، اوعى تضيع فلوسك في حاجة هبلة زي دي. هتقولي بس أنا هستفيد، هقول لك بس هتضيع فلوسك في حاجة انت كده كده اصلا هتاخدها في الكلية. يعني عندنا في الكلية في سنة اولى في الترم الاول مادة اسمها ميديكال ترمينولوجي. ميديكال يعني طبي، وترم يعني مصطلح، واولوجي يعني علم المصطلحات الطبية. يعني انت هتاخد المادة دي بالتفصيل في الترم الاول. واصلا من غير المادة دي كل المواد اللي هتدرسها في كلية الطب عبارة عن مصطلحات انت هتاخدها، ومع التكرار ومع طبعا شرح الدكاترة هتكون المصطلحات ديت سهلة بالنسبة لك. يعني المادة دي اصلا ملهاش لازمة في الكلية، عشان كده هي مادة ما بتضافش للمجموع. يعني في كلية طب المنصورة الميديكال ترمينولوجي ما بتضافش للمجموع لانك اصلا مش محتاجها. يعني كل المواد اللي انت بتاخدها مليانة مصطلحات طبية. يعني انا مستعد اقول لك ان انا مبصمج المادة دي ليلة الامتحان، وزي ما انت شايف جاي فيها 29 من 30. مش محتاجها اصلا المادة دي، فاهم قصدي؟ بس كده خلصنا من الموضوع ده. ما اسمعش حد بقى بيقول لي انا عايز كورس مصطلحات طبية، فده ما اعمل لكم كورس واخد منكم فلوس. الحاجة التانية بقى وهي موضوع هل الانجليزي يمثل عائق قدام اي حد هيدرس طب؟ اطلاقا لا. ليه بقى؟ لان انت في كل الاحوال مطلوب منك تفهم. فهمت بالعربي تمام، فهمت بالانجليزي زي الفل، المهم تفهم. يعني انت مثلا واحنا بنسمع شفا في الكلية الدكتور ما بيبقاش عايز منك ان انت تقر له الكلام انجليزي. لو فهمته كلمة انجليزي على كلمة عربي على مصطلح مهم تمام بيديك الدرجة النهائية. طيب واحد هيقول لي في الامتحان اللي هو بيكون نظري هل انا اكتب بالعربي؟ اقول لك لا طبعا ما بتكتبش بالعربي. بس الحكاية كلها ان الدكتور اللي قدامك بيكون عايزك تعبر باسلوبك. انت فاهم؟ عبر باسلوبك. ما بيمسكش بقى في الجرامر ولا في السبيلنج بتاع الكلمات ولا مش عارف القواعد الفلانية وقاعدة اف والحلقة. مفيش الكلام ده. هو بس عايز طالب فاهم ويعبر باسلوبه بكلام بسيط، مش عايز عقد. يعني على سبيل المثال لو انا قلت لك ما هي وظيفة القلب، في دماغك كده هتقول لي القلب بيضخ الدم عن طريق البطين الايسر. يعني ظهرت بامبس بلاد ثرو ذا ليفت فنتريكل. واحد تاني هيقول ظهرت بامبس بلاد. الموضوع خلص. المهم تبين للدكتور ان انت فاهم. واصلا يعني معظم المصطلحات الصعبة اللي هتقابلك بتكون كلمات لاتينية، ومع الوقت هتتعود عليها، ولما تتعود عليها بتكون اسهل من الانجليزي. يعني مثلا ممكن يكون سؤال سطر كامل اجابته ما تتعداش 3 4 كلمات، فما تخافش خالص من موضوع الانجليزي ده تمام. يبقى الخلاصة مش اي كلمة هتقابلك وانت بتذاكر لازم تترجمها، ولو ما ترجمتهاش مش هتفهم. لا طبعا ما فيش الكلام ده، لان الترجمة من انجليزي لعربي في اغلب الاحيان مش هتفيدك. على سبيل المثال لو افترضنا ان انت ما خدتش حاجه اسمها دعامه وحركه، وما خدتش حاجه اسمها هيكل طرفي ولا عظام الطرف العلوي ولا الحاجات دي، وجيت قلت لك يعني ايه النا؟ النا يو ال ان ا، هتقول لي معرفش انا هترجمها. فانت لما تترجمها هتلاقي معناها الزند. انا افترضت معاك ان انت ما خدتش حاجه اسمها دعامه وحركه فما تعرفش يعني ايه زند. هل في الوقت ده الترجمه العربي فادتك في حاجه؟ لا، انا ما اعرفش يعني ايه زند اصلا. ايه الزند ده؟ امال ايه بقى اللي هيفيدك؟ هيفيدك وهيعرفك يعني ايه القلمه او الزند، ان انت تقول لي الزند ديت عظمه من عظام الساعد، موجوده مثلا في الجزء الداخلي، متمفصله من فوق مع عظمه كذا ومن تحت مع عظمه كذا وجنبها عظمه كذا، وتبدا تقول التفاصيل بتاعتها. هو ده اللي هيعرفك يعني ايه زند. نيجي على مثال تاني، وليكن حاجه اسمها مظله اوبلونجاتا. هتقول لي برضو استنى اما ترجمها. لما تيجي تترجمها
هتلاقيها طالعه لك النخاع المستطيل. لو انا بقى سالتك وقلت لك يعني ايه نخاع مستطيل، هتقولي ما اعرفش ايه النخاع المستطيل ده. يبقى الترجمه العربي ما فاتتكش بحاجه، انما ايه اللي هيفيدك؟ ان انت تعرف ان المضله اوبلونجاتا ده جزء من الدماغ، وفي مراكز كذا، وبيتحكم في كذا، ومسؤول عن كذا وكذا وكذا. يعني اي واحد لما يجي يسالك عن المضله اوبلونجاتا مش هتقول له يعني النخاع المستطيل، لا، هتقول له وظائفها وهي فين وبتتحكم في ايه. فاهم؟ الحاجات ديت هي اللي هتعرفك يعني ايه بجد مضله اوبلونجاتا، مش الترجمه العربي. وهكذا بقى معظم المصطلحات اللي هتقابلك. يا رب اكون وصلت لك المعلومه وتكون فهمت انا قصدي ايه. طيب هكلمك في السريع كده عن نظام كليه الطب الاول ودلوقتي. النظام الاول كان دراسة 6 سنين وسنة امتياز، ولكن اتغيروا بقى 5 سنين وسنتين امتياز. طيب ال5 سنين دول هدرس فيهم ايه؟ ال5 سنين دول بيكونوا 2.5 اكاديمي و2.5 كلينيكال. هتقول لي انا بسمع لفظ اكاديمي وكلينيكال ده كتير بس عمري ما فهمت معناه. هقول لك زمان واحنا كنا يعني بنسابق في سباقات كده او بنسابق حد من زمايلنا، كنا نقعد نقول 1 استعد، 2 مد الرجل، 3 اجري. هو الاكاديمي 1 استعد، 2 مد الرجل. الكلينيكي بقى هو الجري، اللي انت هتفضل تجري بقى لحد ما تموت او المريض يموت وتتسجن وتبطل جري. الاكاديمي ده يعني ايه؟ استعداد. انا بمهدك ان انت تدرس مواد التخصص. يعني ايه مواد التخصص؟ هيها مواد الكلينيكال. يعني في الاكاديمي هتدرس 8 مواد، وفي الكلينيكال هتدرس 8 مواد برضه. مواد الاكاديمي هي اناتومي وهيستولوجي وفسيولوجي، باثولوجي وفارما ومايكروبيولوجي وباراسيتولوجي وبايوكيمستري. هكلمك عن كل مادة بالتفصيل بإذن الله الفيديو الجاي. إنما بقى مواد الكلينيكال اللي هم طب شرعي وسموم، رمد، نساء وولادة أو نساء وتوليد، بطنة، طب مجتمع، أنف وأذن وحنجرة، وجراحة، وأطفال. دول ال8 مواد اللي هتدرسهم في الإكلينيكي أو الكلينيكال. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا. ما حبيتش اطول عليك. باذن الله هكلمك عن مقدمات لكل ماده من مواد الاكاديمي لازم تكون عارفها في الاول كده، وهكلمك عن التطبيقات الاساسيه اللي لازم تكون معاك، وخصوصا في ماده زي ماده الاناتومي، وعن اهم مصادر للمذاكره. ففعل زر الجرس واشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. سلام.